الو. أيوة حسن، أيوة. آه طيب سؤال دكتورة، لو انا صادقت شخص اوكي منيح معي على طول وفترة ظليت معه طويلة، بس بعد فترة اكتشف انه غدرني او آه صار شيء يعني صار شيء معين خلاني اخذ نظرة عنه مو منيحة او غدر فيني هيك شيء. هلا هلا أنت إذا تصدق لها فترة أنت كيف معه هو كويس معك، فأنت ما بتقدر تحكم على الشخص إلا من خلال تصرفاته. هلا لما هو بيجي بيغدر فيك، هذا اتجاه ثاني. إذا أنت اكتشفت إنه هذا الشخص سيء إنسان، فأنت ما شفت من مساوئه، ما وجه لك أي إساءة، احتمال يكون هو سيء بموقف ما بحياته، يعني أنت ما بتقدر تحكم عليه من خلال هذا الموقف. أنت بتقدر تحكم عليه من خلال تصرفاته معك. هل هو أساء لك أو طعنك مثلا أو تصرف معك تصرف مو منيح، من خلال هذا الشيء بتحكم عليه وممكن تبعد عنه يعني. بس أنت ما من حقك إنك تكون هيك مصدوم على فكرة، لأنك أنت من خلال إحساسك ومن خلال اختبارك الذهني المفروض تكون اختبرت هذا الصديق، لأنه اسمه صديق رح يكون هو أقرب إنسان لك. طب أنت لما بدك تعتبره صديق رح يكون شخص مقرب بحياتك، فما فيك تقرب أي شخص بحياتك، لازم تكون عارفه وعارف أفكاره وطريقة حياته، يعني رح يكون خطوة مدروسة للصداقة. طيب سؤال كمان يعني لو أنا بشوف إنه صديقي اتغير فجأة عني أوكي وما أعرف الأسباب أوكي شو برأيك سبب تغيره المفاجئ، ولو كنت بدي أصلح هذا الشيء أنا شو أتبع من خطوات؟ هلا انت من فجأة تلاقي صديقك بعد عنك بعد ما كان هو اقرب شخص لك، اكيد راح تفكر كثير انه شو اسباب تغيره اتجاهي. فانت بتحاول تبحث على الاسباب اول شيء من داخلك انت، يا ترى انا تغيرت معه او صدر مني اي شيء غلط او موقف سلبي مثلا. فانت اذا ما لقيت سبب حاول تشوفه له، تشوف شو سبب تغيره. هو عنده مشاكل، احتمال يكون هو مشاكل بعد عنك. هل هو صديق ثاني مثلا؟ لا، في صداقة أفضل من الصداقة، يعني في كم سبب مثلا الابتعاد عنك. لا، إذا هو صديق أحسن منك فهذا فهذا موضوع ثاني يعني. بده يكون أنت مقصد تجاه الصداقة، أو أنت مع حالك أو أنت ما واقف وصح كيلو كصديق يعني. المفروض ما تتفاجئ، المفروض تبحث على الأسباب بالأول عشان تحكم عليه. ما فيك تقول إنه شخص سيء غير قريبك ولا شيء، لازم تبحث على الأسباب. طيب عندي سؤال آخر دكتورة ميس. أنانية الصداقة أوكي. دكتورة طيب سؤال آخر. أنا سألت أخت يعني معهد إدارة تقني، سألتها سؤال إنه في شيء بين البنات أوكي، هي الصداقة الأنانية أوكي. إنه مثلا ما تحب صديقتها تمشي مع حدا غيرها أو ما تحب تحكي معاها. قالت ايه هي موجودة الشغلة، وقلت لها طيب انت لما تشوفي هيك شو راح تعملي؟ قالت انا راح اروح احكي معاها. بقول لها ليش تحكي معاها؟ هي اسمها احتكار صديقي، يعني مثلا انا صديقتك لازم انا احتكرك يعني لحالي، ما في حدا تاني يساعدك. هي موضوع فكرة في شيء من الحالة النفسية، يعني بيكون مريض نفسيا هذا الشخص لما هو بده صديقه له لحاله، لأن الحياة ما وقفت على صداقة وحدة.
احتمال أنا ما لاقي كل شيء بصداقتي معك، احتمال لاقي صديق تاني يعني يحتويني أكثر. ما بالضرورة أنت توفر لي كل شيء في الصداقة، ممكن شوف صديق تاني عادي. فأنا لما بكون أنانية صداقتي معك أكيد راح تفشل هاي الصداقة، ما راح تستمر. لأنه مجرد أن أنت تكون أنانية معي في شغلات كتير ما راح تحب لي إياها. أولا أنك ما راح تحب لي الخير، ما راح تحب لي تكون مع شخص تاني. فهيك ما راح تستمر هاي الصداقة، راح تكون فاشلة. طيب على هذا حكيك انه كل البنات هيك؟ نعم. لا أنا بمثال أوكي، أنا عندي صديقة وحوالي كثير صديقات يعني وبحبها كثير، هي بالنسبة إلى أنا صديقة المميزة بحياتها. فدائما أكثر وأغلب وقتها هو معي أنا موجودة. فلما هذوليك الصديقات بغاروا كثير، لما بيجوا بيحكوا انه ليش انت دائما معها، فهي بتقول انه انا الاشياء اللي بلاقيها موجوده معها ما بلاقيها موجوده معكم، حتى سبب خليني اقدر لها. فانا مجرد انه هن بغير من علاقتنا، انا ما بغير من علاقته معها لاسباب كثير. اول شيء انا واثقه من مكانتي بقلبها، واثقه شو يعني صداقتنا مع بعض، ما بيهمني اي شوائب ثانية. اهم شيء الثقة بين الصداقة، يعني انه يكون في ثقة بين الاثنين. هاي شغلات عاملة صداقة، وما بشوف اي سبب للغيرة. انا رفيقتي طالعة مع رفيقتي الثانية مبسوطين، لا هاي صديقتي اللي لا حالي لازم انا اكون معها. ما شايفة عادي، خليته تنبسط تضحك. بالنهاية أنا الصديقة المقربة بالنسبة لها راح ترجع لي أنا. بس ما بقدر أنا أفرض عليها تبعد عن صديقاتها أو لا. صداقة ما أنت تكون مرتاح، يعني طريقة مريحك مو تعبك نفسيا، لازم أنت تكون مرتاحة. تعليقك وصل إلى أوكي، راح تبطل هاي الشغلات. لا لأنه ما في راح تفشل. أي علاقة صداقة بيكون فيها أنانية أكيد راح تفشل، ما بتستمر. صديقك اللي بتحب له كل الأشياء الحلوة. على فكرة هي احنا عندنا عند الولاد ما يعني ما عندنا هي الشغلة تبع أنانية، بس عند البنات ما في. أكيد السبب إنه عند الناس عند البنات لأنه أصلا هنا غيورات، يعني طبيعية في عندهم شيء غيره. يعني حتى ممكن إذا رفيقتهم اليوم هي تكون مش أحلى إنه اليوم في منهم بيكون متضايقين، عرفت؟ فيعني هاي الغيرة موجودة أصلا أكثر طيب. من عند الولاد. طيب كيف أعالج هاي الشغلة؟ كيف أعالجها؟ والله يعني ما أنت تجي تقول طبعا لا أكيد أوكي أنا جايبك يعني بالضبط. أنت فيك تقول تعالج حسب، تقدر تقول كيف ممكن أنت تتفادى ما تختار الصداقة وإن تعتبر ارتبط فيك صديق. أنت كيف تتفادى هذا الشيء؟ أنك تحاول إنه ما تظهر لصديقك المقرب إنه أنا اليوم طالع مع صديقي، إنه تحاول تبعد، إنه تكون أقل حساسية، إنه ما تحاول يشوفك أنت مع صديق تاني وتضحك معه، إنك إذا استغنيت عنه بعد عن وقت طويل ما تتكلم أو ما تكون على اتصال معه. يعني إذا هيك يعني ما أضحك معه مع صديق غيره وما أطلع معه، طيب شو عم؟ لا كيف؟ بالسر شو عامل جريمة؟ لا كيف؟ لأن ما صديقك قلبك يتحسس من صداقة ثانية. تحاول انك تزيد اهتمامك فيه اكثر من اول، فهو ما يحس انه ما عرف صداقتك، ما يحس انك انت اهتميت بشخص ثاني غيره. والله يا دكتورة يعني مواضيع الصداقة كثيرة. اوكي اكيد ما في وقت، ما احنا نوقف بس موضوعنا بهاي الحلقة راح نكفيها يعني لحد هون.